السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وطلابي في كل أنحاء الجمهورية. أهلا بكم النهاردة في الكورس التأسيسي المحاضرة الثانية، وأخوك مستر محمد القاضي اللي هيساعدك عشان توصل للدرجة النهائية في اللغة الإنجليزية. تعالى وانت نقول لك النهاردة هنعمل ايه. أول حاجة، احنا خدنا المحاضرات اللي فاتت أساسيات مهمة، ازاي نكون جملة، وتعرفنا على الجرامر بتاع البريزنت سيمبل، وعرفنا موضوع الجوبس الوظائف، وخدنا كمان unusual jobs وظائف غير عادية. وطلبنا من حضراتكم حاجة صغيرة كده، ان حضرتك تعمل لي هوم ورك، تكتب لي جملة او 2 أو 3 عن الفيوتشر جوب بتاعتك. ناس الله اكبر عليهم كاتبين شوية حاجات جميلة وبعتوا على الواتساب شوية حاجات عجبتني جدا. واحد كتب I wanted to be a software engineer، عايز ابقى مهندس برمجيات، واحد عايز ابقى ديزاينر، واحد عايز ابقى لوير، واحد عايز ابقى دكتور، واحد عايز ابقى تيتشر. وكل واحد بيكتب الوظيفة ويكتب الوظيفة بتاعته بتعمل ايه وازاي بتفيد المجتمع وازاي هي مهمة. طريقة كتابة الباراجراف بالطريقة دي هيبدأ ينمي عند حضرتك الجمل البسيطة السهلة. بس النهاردة احنا بننتقل لمستوى اعلى شوية. هنقول النهاردة احنا في ليفل 2. طب ليفل 2 ده بيقول ايه؟ هنبدأ نروح لجزئية الريدنج. والريدنج يا شباب هو اهم حاجة تقريبا في اللغة. عايز تعلم انجليش كويس، تبدأ تبص على القطعة وتقرأ كويس ونحللها ونعمل عملية الاناليزس مظبوط، ونشوف كل كلمة وهي عاملة ايه وجاية في الجملة ازاي والسياق بتاعها جاي ازاي. تعال نستعين بالله ونبدأ مع بعض. وعايزك كبطل تبقى عارف ان محمد القاضي دايما جنبك وواقف معاك وهيسندك لحد ما تقفل المادة دي. هنستعين بالله. طبعا معانا مستر بيرفكت، الشخصية الجميلة اللي بتساعدنا في مادة الانجليش او بتساعدنا في الكورس التأسيسي دون. وعايزك تبعت لي برضو تقول لي شوية تعليقات على الموضوع ده. احنا في ليفل 2 النهاردة في يونت 2، وهنبدأ اخترنا موضوع ريدنج حلو جدا، استخدامات الشات جي بي تي اللي هو يعتبر جزء من الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. تعال نشوف. طبعا احنا بنتكلم مع حضرتك ان احنا هندرس حاجة بتتكلم عن الدراسة بشكل سمارتر، يعني افضل او اكتر ذكاء. بنشوف ازاي حضرتك تقدر تحصل بقى على study smarter, solve problems, translate easily. هنا بيتكلم على استخدامات الاي اي في عملية التعليم. طب تعال نشوف انا وانت بقى، هل الاي اي هيفيدنا؟ طبعا انا عارف ان حضرتك بتبص على موضوع الاي اي دون عشان انت بتستخدمه في التعليم استخدام سيء. العيال اللي بتغش بالاي اي ويقول لك انا سالته وجاوبني. طب ما انت ممكن يساعدك ان انت ممكن تعمل معاه محادثه كامله ويصحح لك الاكسنت بتاعتك. ممكن تستخدمه في انك تبص على الجمل اللي شاكك فيها، المعاني بتاعت الكلمات، كل الحاجات دي ينفع يستخدم فيها الاي اي. تعال نشوف زمايلك استخدموا الاي اي فيه. انا وانت النهارده هنتكلم الاول عن استخدامات الاي اي. طيب شات جي بي تي ان افري داي لايف. تعال نشوف لو انا هستخدم شات جي بي تي في حياتي. بص يا مستر، نص الريدنج دون مهم جدا 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 ان انت تبص عليا وانا بشتغل فيه النهارده. يعني اهم حاجه انت تعرف انا بشتغل في ريدنج ازاي، لان منهج البكالوريا بالذات كله ريدنج وكله تحليلات، وده اللي بيجي منه القطع. نستعين بالله ونبدا انا وانت. اول حاجه هنا عندي artificial intelligence. تعال نشوف يعني ايه artificial intelligence. برافو عليك. الارتفيشال انتليجنس انا بتكلم هنا عن كلمه بمعنى الذكاء الاصطناعي. طب بس انا عايز اخد ملحوظه لحضرتك، انا عايز احفظ كلمه زي دي. ركز معايا يا صديقي عشان ازاي تحفظ كلمه كبيره وازاي انا وانت نخليها تثبت في دماغنا. اول حاجه الكلمه دي انا هاخدها واعمل لها عمليه سبيلنج. يعني هقول ايه ووراها ار بعديها تي، يبقى هقول اي ار تي، ده مقطع من وجهة نظري. بعد كده اي اف اي، يبقى اي ار تي اي اف اي. بعد كده انا وانت هقول سي اي اي ال، يبقى ارتفيشال. ارتفيشال هنا لو انا قسمتها هلاقيها متقسمه لمقطع 2 3. احفظ معايا بقى، يبقى اي ار تي اي اف اي سي اي اي ال artificial. كده الكلمه دي لو انا شلتها تعرف انت تكتبها لوحدك. نقولها كمان مره، اي ار تي اي اف اي سي اي اي ال artificial. الكلمه الثانيه بتاعتنا لو احنا بصينا عليها هنا هي intelligence.
يبقى artificial intelligence معناها الذكاء الاصطناعي، وده اللي انا وانت عندنا abbreviation ليه اسمه AI، ده اختصاره. ال AI بيقول لي ايه؟ has become part of everyday life. وعايز اوضح حاجه على كلمه everyday هنا. خلي بالك لو انا قلت every وبعتها شويه كده وكتبت day، او كتبت اي حاجه بقى every car او كتبت every book، معناها ايه؟ برافو عليك، معناها كل يوم، كل سياره، كل كتاب. يبقى هنا every بمعنى كل، وهي اداه من الادوات اللي بتيجي مع الاسم المفرد. تمام كده؟ تمام. طب لكن لو انا بقى قلتها بالطريقه دي، معناها everyday life يعني الحياه اليوميه. يبقى انا هنا بقول لك الذكاء الاصطناعي اصبح جزء من الحياه اليوميه. and ChatGPT is one of the most popular AI tools. هو واحد من اشهر الحاجات او الادوات اللي بنستخدمها في الاي. The word many people، طبعا انت واخد بالك ان many بتيجي مع الاسماء التي تعد زي كلمه people، وبيبول كلمه جامعه يعني حضرتك لازم تبقى عارف ان هي كلمه جامعه مفردها person. تمام. هنا بيقول لي يا مستر use it to study solve problems، استخدامه ان انا بحل بيه المشكلات، write emails and even make personal decisions، باخد بيه القرارات. وخد بالك make دايما تيجي مع make decisions، يعني يتخذ قرارات، مش do decisions، make decisions. طب sometimes the questions are serious but sometimes they are surprisingly fun. إذا القطعة الأولانية دي بتتكلم عن أهمية الاي اي. طب تعال نشوف بقى، هو قرر يديك شخصية من الشخصيات اسمها سلمى اللي قدام حضرتك دي، وسلمى جاية بتراجع الشات جي بي تي عشان عايزة تختار لبس. تعال نشوف عملت ايه. سلمى has always found it difficult to make small personal decisions. إذا سلمى عندها مشكلة إن هي تعمل إيه؟ تتخذ القرارات. last month، ركز معايا بقى، أنا وأنت لو اتكلمنا هنا هنقول إن كلمة last month تدل على استخدام الباست سيمبل. she was invited to، هي دعت. شوف استخدمت الباست سيمبل إزاي؟ her cousin's engagement party but couldn't decide what to wear، ما عرفتش تقرر هتستخدم ايه. instead of asking her sisters she uploaded. معلش عايزك تتذكر هذه الكلمة مهمة جدا في العالم الحديث. upload اللي هي عكسها download. يعني ايه upload؟ upload معناها يرفع شيء على الانترنت، اما download ينزل الشيء ده من على الانترنت. يبقى upload photos of 4 different outfits. يبقى هي رفعت صور ل4 اشكال للاوتفيت، المنظر بتاعهم، الشكل بتاعهم، to ChatGPT and asked which one looked the most elegant. يعني ايه the most elegant؟ هنشرح النهارده مع بعض درس الصفات مع درس الباست سيمبل، عشان القطعه دي فيها جزئين. احنا عندنا في الجرامر هنقول the most elegant معناها الاكثر اناقه، يبقى هي عايزه الاكثر اناقه من ال4 اشكال. also wanted advice about matching، كانت عايزه كمان تختار الجزم والمجوهرات، even the color of her handbag، وكمان شنطه الايد بتاعتها. طيب بيقول لي after following the suggestions، بعد ما هي بصت على الاقتراحات she received several compliments. يعني ايه كلمه compliment؟ يعني مجاملات. خدت مجاملات كتير قوي لما اتبعت اللي عمله شات جي بي تي. شات جي بي تي قال لها ان هي تلبس الفستان ده، قال لها ان هي تجرب المجوهرات الذهبي، قال لها تجرب الكعب العالي. يبقى هي لما اتبعت ده وهي رايحه الفرح او الخطوبه بتاعتنا دي، هي خدت compliments. during the party her friends loved، بدأت أصدقائها تضحك وتقول لها إن أنت اخترتي personal stylist، اخترتي شخص يقدر يختار لك الشكل ده. لكن سلمى smiled and replied no I just asked chat GPT. إذا هنا سلمى استخدمت شات جي بي تي يا شباب في اختيار الطعم اللي كان the most elegant، و the most elegant معناها الأكثر أناقة. طبعا احنا بناخد القطعة دي عشان نتعلم منها ازاي نستخدم الباست سيمبل،
نتعلم منها ان احنا نستخدم الصفات في السوبرليتيف في التفضيل. نتعلم منها ان ميك تيجي مع ديسيشنز. نتعلم منها ازاي انا وانت لما نحب نتكلم عن قطعه ترتيبها. عايزك تبص دايما كمان على حاجه اسمها علامات الترقيم. يعني انا بص ازاي حطينا هنا الفول ستوب، حطينا الكوما، حطينا هنا الحرف ده كابيتال. شوف طريقه كتابه القطعه وتنسيقها، وده مهم جدا عينك تبقى واضحه. ازاي هنا حطينا الكوتيشن ماركس. شوف الطريقه اللي انا بكون بيها القطعه. تعال ندرس القطعه الثانيه دي بتكلمني عن مين. هنا ده شاب اسمه عادل، وعادل ده enjoys shopping، دايما بيتسوق ويستمتع بالتسوق. تعال نشوف انا وانت في القطعه هنا. قال لي enjoy. شوف انا وانت اهو لما ابص على القطعه بتاعتنا دي يا شباب الاقي ان كلمه enjoy جاي معاها كلمه shopping، لان enjoy من الافعال التي ياتي بعدها الفيرب بلس ing. طب ايه تاني؟ قال لي but ايه but choosing the right product usually takes. عايده على مين takes دي؟ عايده على عادل، لان عادل دايما بيعمل كده. takes him hours، بياخد الموضوع ده كعاده، دايما بياخد ساعات في اختيار الاشياء. whenever he wants to buy a new phone, laptop or parts of hand phones he asks ChatGPT. اتعود بقى خلاص عادل بيسأل ChatGPT to compare. هنا ده بيقارن. يبقى الأولانية كانت make decisions، لكن ده compare different models، بيختار عن طريق ChatGPT بين المودلز. he likes reading، برضو like بيأتي بعدها الفيرب بلس ing. بيحب يقرأ عن المميزات والعيوب. before making a decision، قبل ما يصنع القرار. because he doesn't completely trust online، ما بيثقش في الإعلانات اللي خاصة بالأونلاين. last week تاني برضو اداني last، ولast هتدل على ايه؟ على الماضي. قال لي هنا ask ولا asked؟ برافو عليك، asked ChatGPT which coffee machine، يبقى هيسأل عن الكافي ماشين would be the best. برضو راح للتفضيل. شوف التفضيل انا وانت بنقول ايه؟ اسمها ذا بيست، اللي هي اصلها كلمه ايه يا شباب؟ اصلها كلمه جود. هندرس ده ونعرفه. طب ما تيجي انا وانت كده نتكلم شويه عن الصفات، عشان انا عارف ان حضرتك عندك تشويق للموضوع ده. انا لو كلمت حضرتك عن حاجه كده صغيره اسمها الادجكتيف. تعال نشوف كده. انا عندي حاجه اسمها الادجكتيف. يعني ايه الادجكتيف؟ قال لي يعني الصفه. طيب انا النهارده هوصف ولد، هقول ان انا عندي ولد والولد ده is tall، يعني الولد ده طويل. انا هنا بتكلم عن اصل الصفه. طب لكن لو انا هقارن هذا الولد بولد تاني فانا مش هستخدمها بنفس الطريقه. هقول ان علي ده taller than، اطول من عادل. برافو عليك. يبقى انا هنا عملت عمليه اسمها compare، يعني مقارنه. طب لو انا هفضل بقى علي عن الكل وهقول ان علي ده هقول عليه is the tallest. يعني ايه tallest؟ يعني الاطول. يبقى انا هنا استخدمت الصفه، لكن لما جيت هنا انا وانت نبص عملنا ايه؟ احنا زودنا على الصفه اي ار ومعاها ايه؟ زان. برافو عليك. يبقى انا هنا بزود اي ار وزان على اصل الصفه نفسها، بس على شرط تكون الصفه دي ذات مقطع واحد. يعني انا ببص عليها الاقيها وان سيلابس، يعني طول نطقتها مره واحده. فهنا لما اجي اتكلم على النوع ده سميه النوع الاول، هو الصفات ذات مقطع واحد. ينطبق نفس الكلام على كلمه بيج، ينطبق نفس الكلام على كلمه سمول، ينطبق نفس الكلام على كلمه زي كلمه لونج. كل الصفات دي هنشوف قصتها. لو انا قلت بيج هتبقى بيج هنا ايه يا شباب؟ برافو عليك، هتبقى بيجر، وبرده بنحط معاها زان يعني اكبر من. طب وسمول؟ السمول يعني صغير، هتبقى سمولر، هتبقى سمولر زان يعني اصغر من. لونج يعني طويل، هتبقى لونجر، لونجر زان يعني اطول من. يبقى انا هنا كنت بتكلم عن كبير، هنا بتكلم عن صغير، هنا بتكلم عن طويل. فنبص هنا بقت اكبر من،
بتكلم هنا عن حاجة اسمها أصغر من، بتكلم هنا عن أطول من. يبقى أنا وأنت متفقين إن دي اسمها الصفات ذات مقطع واحد. صفات ذات مقطع إيه يا شباب؟ واحد. فهنا بضيف لها اي ار وزان. اي ار عشان نقول أطول، أكبر، أحسن، أفضل. طيب لو بصينا بقى على التفضيل، هنا في التفضيل استخدمنا ذا وحطينا الادجكتيف بتاعتنا وحطينا عليها اي اس تي. هي اصلا الصفه صغيره فسمحلنا نضيف لها مقطع، فبقى اسمها ايه؟ ذا تولست، يعني الاطول. برافو عليك. طب لو قلنا بيج هتبقى ذا بيجست، يعني الاكبر. واحد بيقول لي ليه ضعفنا الجيب؟ انا هنا عندي حرف متحرك وعندي حرف جي، اعمل ايه في الحرف الساكن ده؟ اضعفه واضيف الاي اس تي بتاعتي. تمام. طب بصيت على الكلمه الثانيه هتبقى سمارتر. سمارتست بقى. سمارتست ايه؟ سمارتست يبقى ذا سمارتست على طول. طب اللي بعدها هتبقى ايه؟ ذا لونجست. يبقى انا هنا ده اسمه التفضيل. يبقى النوع الاول ده هو التفضيل يا شباب. والتفضيل انا خدت هنا الدرجه الثالثه اللي هي السوبرليتيف، هنا الدرجه الثانيه الكومبيراتيف، وهنا الدرجه الاولى اللي هي اصل الصفه بتاعتنا. ده ينطبق على الصفات ذات مقطع. طب لو انا بقى بصيت على الصفات الثانيه اللي هي، لو انا بصيت على الصفات اللي هي ذات اكثر من مقطع، مثلا زي كلمه important. قال لي هنا هلاحظ حاجه. اولا كلمه important مقطع 2 3. تمام. طب كلمه زي كلمه expensive برضو مقطع 2 3. طب كلمه زي interesting نفس الكلام مقطع 2 3. طب كلمه زي exciting مقطع 2 3. طب كلمه زي boring برضو نفس الفكره. يبقى انا عارف هنا ان في حاجه اسمها اكثر من مقطع. طب ده اصل الصفه. عايز اودي الصفه دي بقى احطها في المقارنه. لما اجي احطها في المقارنه اعمل ايه؟ قال لي يا مستر هقول عليها مور او اقول عليها لس واحط الصفه بتاعتنا. يبقى مور او لس امبورتنت زان معناها اكثر اهميه. مور او ليس امبورتنت زان، يعني انا بكلم حضرتك عن ليسون 1 وبقول لك ان ليسون 1 ده is more important اكثر اهميه than ليسون 2. يبقى ليسون 1 ده اكثر اهميه من ليسون 2. ينطبق بقى الكلام على expensive، ينطبق على interesting. طب لو استخدمت لس، قال لي مور هنا جايه بمعنى اكثر، اما لس جايه بمعنى ايه يا شباب؟ ايوه برافو عليك، جايه بمعنى اقل. يبقى انا لما اقول لحضرتك لس امبورتنت معناها اقل اهميه زان. يبقى في لس امبورتنت ومور امبورتنت. طب لو انا طبقت ده على اكسبنسيف يبقى مور اكسبنسيف زان. هكتب كده والله انا جايب موبايل ايفون 17 برو ماكس، يبقى ماي موبايلي ده is more expensive than موبايل اللي هو ايه الجديد ده اغلى من يور موبايل، اغلى من الموبايل بتاعك. يبقى ماي موبايل is more expensive than، او لو انا هقول اقل يبقى هقول بدل كلمة مور اقول كلمة ايه؟ less. ينطبق على بورينج، ينطبق على exciting. وعايز اقول لحضرتك ملحوظه عشان بعض الناس بتاخد بالها ان ممكن يكون مثلا عندك كلمه اسمها interested وكلمه تانية اسمها interesting. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ حد عارف؟ تعالى كده اسال حضرتك واستنى يمكن تقول لي. ايه الفرق يا دكتور بين ايه؟ بين interested وكلمه اسمها interesting. اقول لك انترستد دي تعود على ايه؟ انا عايز اقول ان انا مهتم بشيء، يعني عايده على شخص. لما اكون عايده على شخص انا اللي مهتم يبقى I am interested، انا مهتم. اما لما اكون بتكلم على اشياء هقول ايه؟ هقول والله الفيلم ده the film
is الفيلم ده كان ايه؟ كان interesting. يبقى الفيلم نفسه اللي انا بتكلم عنه، لكن هنا كنت بتكلم عني انا. تمام؟ عشان حضرتك ما تتلخبطش. يبقى بورينج دي عايده على الاشياء، اكسايتنج دي عايده على الاشياء، في زيها اكسايتد عايده على الاشخاص، وبرضه هي 3 مقاطع نفس الفكره. في بورد برضه عايده على الاشخاص. يبقى انت ما تتلخبطش، ما فيش حاجه اسمها صفه ماضي وصفه مضارع. يبقى انا كده عرفت ان انا عندي نوعين من انواع الصفه. طب ماشي، ارجع تاني لموضوعنا. احنا قلنا مور او لس ده في المقارنه، يعني في الدرجه الثانيه. طب انا لو رحت بقى للدرجه الثالثه، قال لي في الدرجه الثالثه بنحط كلمه اسمها ذا موست، او كلمه اسمها ذا ليست. وذا موست يعني الاكثر، وذا ليست يعني الاقل. فحضرتك لو قلت ذا موست يعني الاكثر، او ذا ليست يعني الاقل، هتجيب بقى صفه ايه؟ ايوه، صفه من الصفات ذات اكثر من مقطع. يبقى ذا موست امبورتنت او ذا ليست امبورتنت. طب تعالى انا وانت بقى نرجع تاني للجزئيه بتاعتنا يا دكتور، ونشوف احنا كنا فين سريعا كده. شوف يا مستر، ادي القطعه بتاعتنا تاني. نرجع بقى للواد اللي اسمه عادل. شوف عادل الجميل ده، قال لي عادل enjoys shopping but choosing the right products usually takes him hours. بيستخدم بقى، بياخد ساعات. فكان بيقارن ما بين الحاجات وقال لي the best choice. هو محتاج the best choice يعني الاختيار او الجزئيه الافضل. for his small apartment، عنده شقه صغيره، فعايز يختار ايه بقى؟ عايز يختار كافي ماشين، بس تكون ايه؟ صغيره. فهنا سأل شات جي بي تي. هير براذر جوك، اخوه كان بيضحك معاه وبيقول له انت بتختار كل حاجه بشات جي بي تي؟ ده انت وصلت خلاص هتختار السوكس. يعني ايه؟ يعني الشرابات تو وير افري مورنينج، كل صباح. عادل سيمبلي لافد، عادل بدأ يضحك واعترف ان حياته اصبحت ماتش ايزير. عايز اقول لك على حاجه هنا، ايزير معناها اسهل، تمام؟ وهنا هو بيقول اسهل من يعني، بس كلمة ماتش هنا جاية بمعنى زيادة السهولة. ودي هنا يا مستر بنسميها انا وانت حاجة اسمها المانرز، الزيادات. انا عايز اعمل معيار، كأني عندي كده حاجة بتزود وتنقص. ماتش ايزير ممكن اقول مثلا دي حاجة، ممكن اقول فار ايزير، ممكن اقول الوت ايزير يعني ازود، ممكن اقول فيري ايزير. طب ممكن اقلل، ايوه اقول a little او a bit، يبقى دي بتزود او في زيها بتنقص. when someone helps him compare all the options. طيب تعال نبص بقى. يبقى كده الراجل بتاعنا اللي اسمه عادل ده خد البيست كافي ماشين للشقه بتاعته، جابها جود سايز، مقبوله جدا في المكان، easy to use easy to clean great reviews. يبقى بيختار بالشات جي بي تي الحاجات اللي هو ممكن يشتريها. طب تعالى نشوف الشخصية الثالثة بتاعتنا، وهو شخصية عمر. عمر recently had، كان عنده مجادلة argument. هنا معناها جدال. وفي واحد بيقول لي مستر يعني خناقة؟ قلت له لا، معركة بالإيد يعني فايت، أنا وأنت بنتعارك، تمام؟ لكن دي كده خناقة بالإيه؟ بالكلام. ممكن أبعت رسالة، يبعت لي رسالة، ده كده اسمه جدال. with his girlfriend. وطبعا الجيرل فريند، البنات دي كائنات جميله، كائنات رقيقه، ملائكه الارض. فالجيرل فريند بتاعته زعلت من ايه؟ after forgetting an important anniversary. نسي تقريبا ميعاد مقابلتهم، يعني ذكرى سنويه ليهم. ممكن نقول ان هو ميعاد جوازهم. he had to apologize، كان لازم يعتذر. but every message he wrote، كل الرسائل اللي هو كان بيكتبها كانت بتظهر رسائل cold، باردة. he asked chat GPT to help him، طلب من chat GPT انه يبعت له رسالة اعتذار. that didn't sound too formal، مش عايزها تكون formal رسمية. after reading the message his girlfriend smiled. لما بعت الرسالة اللي شات جي بي تي قالها له، تعالى نقرا الرسالة اللي شات جي بي تي قالها له. هو قال له could you help me write، ممكن تساعدني ان انا استخدم سنسور ابلوجايزي، يعني تكون رساله تكون رساله عشان خاطر اعرف اعتذر. قال له of course here is a message you can use. قال له I'm really
sorry for forgetting our special day. اسف ان انا ما عرفتش اليوم بتاعنا. you mean a lot to me. انت تعني الي كثيرا. and I appreciate. انا بقدرك. everything you do. I hope you can forgive. وعمل لها قلب. ده اللي ايه شات جي بي تي قال له بعت الرساله دي. رد فعلها قالت له this is probably the nicest. برافو عليك. دي صفه تفضيل. نايس اصلا نايس لو احنا بصينا عليها برافو عليك جدا. انا عندي نايس من الحاجات اللي هي قايمه على ايه يا دكتور يا محترم؟ انا لو بصيت على كلمه نايس هلاقي ان كلمه نايسست دي قايمه على اصل كلمه مين؟ ايوه كده قايمه على كلمه نايس يعني لطيف، يبقى نايسست الالطف. قالت له دي الطف مسج يو هاف ايفر سنت مي. عمر ايه؟ كونفيوزد. خلاص اتاكد ذات شات جي بي تي هاد helped him and they both اصبح هو بيستخدم شات جي بي تي. اذا بيقول لي today millions of people use AI. خلاص اصبح الناس كلها بتستخدم الاي اي واصبح as a helpful assist. اصبح مساعد لينا. rather than a replacement for their own thinking. بدأ يتحتل محل الفكر شويه. it can compare products. ممكن يقارن المنتجات. ممكن ان هو يعمل organized ideas. ينظم الافكار. explain difficult topics. يشرح الحاجات الصعبه and save time. However, most people agree that the final decision القرار الاخير ناس كتير بتقول ان هو belong to person not the chatbot. في ناس كتير بتقول ان القرار الاخير بيرجع للشخص وليس للشات بوت، وده حقيقي. طبعا الفكره حلوه. هنا بننصح ان حضرتك تخمن معاني الكلمات. طب تعالى انا وانت نبص على حاجه مرتبطه بهذه القطعه. ايه الكلمات اللي قابلتنا هنا؟ هنطلع النيو فوكابيولري الكلمات الجديده. اول كلمه وهي كلمه ذكاء اصطناعي. طبعا artificial intelligence. طب عندي كلمه الحياه اليوميه everyday life. صح. يتخذ قرارات شخصيه make personal decisions. تمام. كلمة يحل المشكلات solve problems. تمام جدا. make a decision يتخذ قرار. طب هات لي كلمة find it difficult to يجد صعوبة فيه. شوف احنا عاملين لحضرتك ايه؟ مقسمينهم كلهم بحيث حضرتك تبقى عارفهم على شكل expressions تعبيرات، يعني مع بعض عشان تبقى اوضح، لان لما كلمة لوحدها ممكن ما تبقاش اوضح. هنا عندي كلمة اسمها be invited to engagement party. instead of. ولازم تعرف ان instead of دايما يأتي بعدها الفيرب متضاف له ing. instead of بعدها ing. طب تعال احنا لسه مكملين مع بعض. خدنا كلمة upload ask for advice. وحضرتك تعرف ان كلمة advice دي يعني نصيحة. طب جمعها برضو advice. هي كلمة uncountable. كلمة لا تعد. فادفايس هي look the most elegant يبدو الأكثر أناقة. matching ايه choose. هنا matching accessories. هنا receive compliments. hire a person stylist. enjoy shopping. compare different models. advantage and disadvantage. trust online advertisements. هنا the best choice. small apartment. compare all the options. have an argument with وforget an anniversary. طب تعال نبص على الكلمات اللي في العمود الثاني. apologize to someone يعتذر لشخص. sound cold يعني يبدو بارد في كلامه. sound unnatural يعني غير طبيعي. write a sincere apology يعني يكتب اعتذار. too formal يعني رسمي. confuse the truth يعني يعتبر او يعترف بالحقيقه. pressed into laughter معناها ينفجر في الضحك. improve my words يحسن كلماتي. press the send button معناها يضغط على الزر. helpful assistant يعني مساعد. replacement for وcompare products وorganize ideas وexplain difficult topics. save time. the final decision belong to someone
ask for recommendations, make everyday tasks easier, rely on يعتمد على، ودي مهمة جدا، rely on technology، think independently معناها يفكر بشكل مستقل، improve your writing، choose the right products، مهم قوي بيختار الحاجة الصحيحة، before making a decision، واخر حاجة from time to time معناها من وقت لآخر. دي الكلمات والمصطلحات الرئيسية اللي عندنا في ليفل 2، وعايز حضرتك تبص عليها تاني تحاول تحفظها. بس في حاجة، وانت بتقرأ القطعة لو في كلمات لقيت نفسك مش عارفها هتطلع القاموس وتطلع لي وتعلم بالماركر زي ما اتفقنا. بس في حاجة بقى، في شوية مصطلحات عايز اديها لحضرتك، مجموعة من الايديومز. وكلمة ايديومز يا شباب يعني مصطلحات كده هي والفريزل فيربس لازم تتعرف عليه. يعني ايه الالفاظ دي؟ بص بقى، الثلاثة دول لازم تبقى عارفهم وانت في ليفل 2 عشان نقابلهم كتير. ايديومز معناها انا بحط كلمات جنب بعضها بتدي معنى اخر غير معناها الرئيسي. زي مثلا عندنا في العربي لما اقول لك كبر دماغك، هيكبر دماغك دي على بعضها عبارة عن مجموعة من الكلمات مش مديها المعنى العربي بتاعنا. فبرضه الايديومز هنا في مجموعة من الايديومز هندرسها النهاردة ملهاش علاقة بمعناها الحرفي. الاكسبريشنز التعبيرات ودي خدناها. الفريزل فيربس هي مجموعة من الافعال بنحط معاها حروف جر بتغير معناها. افعال بنحط معاها حروف جر بتغير معناها. طب ركز معايا، انا عايز اقول لك ان انا يعني ممكن اكسب برافو عليك، عايز اكسب 100 مليون دولار فهعملها بسرعه كده، يعني بتكة زرار، يبقى at the click of a button. at a click of the button معناها بتكة زرار هعمل 100 مليون دولار. وطبعا ده بقى يعني واحد بيتكلم كده. في بقى حاجة تانية عايز اقول لك، فكر بشكل فيه creatively، يعني فكر بشكل فيه ابداع. اقولها ازاي؟ think outside the box. شوف كده، think outside the box معناها فكر خارج الصندوق، فكر بشكل فيه ابداع. تمام؟ طب تعالى بقى، واحد بيقول لي مستر امبارح واحد صاحبي انقذ اليوم، كان اليوم هيقع كان في دربكه هتحصل، انقذ يبقى سيف ذا داي، مش مقصود اليوم، الموقف نفسه. طب انا النهارده بعلم حضرتك اساسيات الانجليش، يبقى learn the ropes معناها يتعلم اساسيات شيء معين. give it a try معناها ان انا بجرب اشياء محدده. هطلب منك طلب، انا عايزك تذاكر لي الخمسه دول، ما تقلش على نفسك، انا هذاكر الخمس تعبيرات دول وانا هجيب لك عليهم شويه حاجات. يبقى دول الرئيسيين، بعد كده ناخد الباقي بتاع الجزئيه دي. لان لو بصيت بقى هنا في الفريزل فيربس، من اشهر الفريزل فيربس اللي اتقابلنا هنا هي كلمه فيل ان، يعني يملا. سيت اب معناها ينشئ، لما يقول ده عمل سيت اب لحاجه معينه. بيك اب معناها يعمل نسخه احتياطيه. ران اوت اوف معناها ينفذ. كيب اب ويز معناها يواكب. وسبيد اب معناها يسرع. كل الكلمات دي عايز حضرتك تبص لي عليها وهي مهمه جدا. انا هاخد الجزئيه دي بس، تمام؟ هكمل الجزئيه دي مع حضرتك. طيب تعالى انا وانت بقى نحاول نحل مع بعض حاجه صغيره كده. تيست يور سيلف معايا وفكر شويه وخليك معايا كده، واحنا هنحل 5 اسئله. سلمى asked ChatGPT for fashion advice and with it help she choose an outfit that looked the most. looked the most برافو عليك، the most elegant. طب before buying a new laptop عادل always reads the advantages and disadvantages to the right decision. Make the right decision. If you are not sure how to use a new app, just note the instructions. برافو عليك. Just look up يعني ابحث عن أو بص على التعليمات. طب the teacher explained the rules and after a few days we finally learned the ropes. يبقى learned the ropes معناها يتبع التعليمات. طبعا حضرتك هتكمل هذه التمرينات وانا هراجع مع حضرتك الموديل انسر بتاعتها. طيب
بص بقى ركز معايا وتعالى انا وانت نروح لنقطة الجرامر، وده مهم جدا جدا جدا.